قالب معكرونة بالفرن بطريقة سهلة وسريعة. بأقل من نص ساعة يكون ويانا جاهز وطعمه هواية طيب. عندي هنا المعكرونة الكمية حسب أفراد العائلة. نضيف عليها مي مغلي ونضيف الملح، ربع ملعقة طعام من الزيت، ونخليها على النار نص سوا ومباشرة نصفيها. عندي هنا زيت وبصل ناعم. نحمص البصل بشكل خفيف ونضيف اللحم، نحمصه بشكل زين. عندي هنا البهارات، هنا أنواع البهارات حسب اللي إحنا نحبه. ضفت هنا بهارات دجاج، ونضيف الكاري والبابريكا الحارة، نص ملعقة صغيرة من كل نوع. نحمصها بشكل خفيف، وراح أضيف هنا كمية من صلصة البيتزا. الوصفة كاملة موجودة على القناة، أو نقدر نستعمل المعجون. نضيف نص كوب من الصلصة، ونضيف نص كوب من المي، رشة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة من حامض المندوزي، ونخليه يدخن بشكل قليل. 1 ملعقة طعام من صاص المشاوي. نضيف المعكرونة ورشة صغيرة من جوز الطيب والكرفس الناعم، ونحركه بشكل زين. ضروري هنا الصلصة تكون بيها سوائل قليلة على مود المعكرونة ما تطلع ويانا ناشفة. بعدين نضيف جبن حسب الرغبة ونحركها بشكل زين. مباشرة نضيفها بقالب الفرن يكون مدهون زيت خفيف. نضيف كمية من الجبن على الوجه وندخلها الفرن. الفرن يكون ويانا مفتوح الفوق والجوه. من تحمص ويانا بشكل زين صارت المعكرونة ويانا جاهزة، ونقدمها بألف صحة وعافية. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. مكوناتها سهلة وبسيطة، وطريقتها سهلة وسريعة.